سلام. اليوم باغي نهضر معاك على جوج أسئلة مهمين، وقيل من أهم الأسئلة اللي الواحد خاص يطرحهم إلا باغي يدخل شي مجال ديال الاستثمار. الاستثمار يقدر يكون في البورصة، يقدر يكون في العقار، يقدر يكون في بزاف د الحوايج. الاستثمار كنقصد به هو أنك تحط واحد الكابيتال، واحد رأس المال في شي حاجة، اللي ديك الحاجة اللي كيتزاد سوا الثمن ديالها سوا العائدات ديالها مع مرور الوقت. هادشي اللي كنقصد بالاستثمار. فداخل في هذه الحالة بطبيعة الحال العقار، وداخل فيها الأسهم، وداخل فيها السندات، داخل فيها بزاف د الحوايج. جوج أسئلة اللي بغيت نطرحهم، اللي كنظن أنهم من الأسئلة المهمين بزاف في مجال الاستثمار. اللي هو السؤال الأول هو في شحال ديال الوقت غادي نرد رأس المال ديالي؟ هذا كيبان لي سؤال مهم بزاف، والجواب غيكون هو عدد السنوات. شحال ديال عدد السنوات اللي خصني باش الا حطيت واحد راس المال يرجع ليا بالعائدات بطبيعه الحال. والسؤال الثاني اللي ما غاديش نهضر عليه هنا في خلاصه رقم 13، مي غنهضر عليه في خلاصه رقم 14، هو واش داكشي اللي شريته بالثمن العادل ديالو، او لا زادوا عليا في الثمن ولا غشوني. هذا هو السؤال الثاني. علاش؟ حيت كيف ما قلت في خلاصه رقم 8 هو ان ما كاينش ربح بلا ريسك، والريسك هو واحد الفولاتيليتي، هو واحد زيكزاك على سميتو، على العادي، على المتوسط. يقدر داكشي يكون طالع في هذه الحاله مزيان، يقدر يهبط. ففي هذه الحاله القرار الوحيد اللي غيبقى لك هو شحال ديال الخطر ممكن تحمل نتايا او لا ممكن تقبله في هذا الاستثمار ديالك. كاين جوج انواع ديال الاستثمار على ما كيبان لي انايا. كاين الاستثمار اللي كيقصدوا به الديفيدند، الاستثمار ديال الديفيدند، وكاين الاستثمار اللي كيقصدوا به جروث او لا النمو. كاين النمو وكاين الديفيدند. مي قبل ما نهضر على هاد جوج انواع ديال الاستثمار، بغيت نهضر على ملي هضرت على العائدات، منين كيجيو العائدات. يقدر نكون قلتو في خلاصات الماضيين، ولكن نعاود نقوله. كاينين جوج حوايج اللي كيجيو من العائدات ديال الاستثمار ديالك. الحاجه الاولى هي الثمن، الحاجه الثانيه هي داك الاستثمار اللي درتي انت واش كيرد عليك شي فلوس ولا لا. فمثلا الا خدينا مجال ديال العقار، الا استثمرتي في قلنا في دار وكريتيها، فالعائدات ديال ديك الدار يقدر يكونوا بطبيعه الحال هما سومه الكراء اللي كتاخذ انت كل شهر، ولا الا حطيناها في العام شحال انت كيرجع لك داك الدار من ثمن الكراء ديالو، دونك كيدخل لك واحد العائد. هذه الاولى. الثانيه هي هذيك الدار براسها الثمن ديالها يقدر يطلع يقدر يهبط مع الوقت. يعني واحد الوقيته انت ما بقيتيش محتاج لديك الدار، يقدر تبيعها بثمن اكثر من الثمن اللي باش شريتي، او لا تبيعها بثمن اقل من الثمن اللي شريتي. اوكي. فجوج حوايج اللي كيعطيو العائدات هما الكرا وهما الثمن ديال الدار. فإلا بغينا نهضروا على الأسهم، حيث هذا هو الهدف ديالي من هذه الخلاصات، غنهضر غير على الأسهم، ولكن هذا اللوجيك، هذا المنطق كينطبق على جميع الاستثمارات. فإلا هضرنا على الأسهم، إلا شدينا مثلا شي سهم اللي هو معروف مثلا مشهور بزاف في السوق، اللي مثلا قلنا هو انفيديا، فراه العائدات ديال انفيديا مثلا إلا استثمرتي فيها غادي يكون هو الثمن ديال السهم اللي غادي كيطلع. فانت تشري هابط وتبيع غالي. مثلا شريت هذا العام سهم ب100 درهم، وداز واحد 5 سنين والسهم ولا كيسوى 200 درهم، فانا غادي نحقق واحد 100 درهم ديال الربح. النوع الثاني ديال العائدات اللي ممكن ناخذ من هذا السهم ديالي اللي هو انفيديا هو ناخذ ديفيدند هما واحد شويه من الربح ديال الشركه كيعطيوه اصحاب الاسهم. الشركه الا دات واحد الربح في العام، كيشوفوا داك الربح شحال كيجي في كل سهم، وكيعطيوك واحد شويه منه. مثلا الا كان الربح في السهم هو 10 دراهم، يعني جديتي الارباح النت الصافيه ديال الشركه وقسمتيهم على عدد الاسهم ولقيتي 10 دراهم، وكانوا لي ديفيدوند مثلا هو 5 دراهم، فهاد الشيء كيعني ان الشركه عطاتك 50% ديال الربح على شكل ديفيدوند. لي ديفيدوند الا بغيتي تشوفهم في المجال ديال الاسهم كيتعطى بواحد المؤشر اللي هو الديفيدوند ييلد هو شحال ديال البورسونتاج، شحال شويه من داك الربح ديال الشركه ولا من الثمن ديال السهم اللي كيتعطى لك في الاخر ديال العام. مثال الا كان ديفيدوند ييلد هو 5%، فراه ديك الشركه كتعطي 5% ديال
الثمن ديال كل سهم في العام اللي كنتايا الا شريت انا السهم 100 درهم، فراه في الاخر ديال كل عام تعطيني 5 دراهم. وإلا جمعنا الديفيدند يلد زائد الثمن الربح اللي درنا على الثمن، فكيعطينا العائدات الكامله او لا توتال ريتيرن. فالتوتال ريتيرن هي داكشي اللي ربحتي في الثمن زائد لي ديفيدند. علاش كنهضر على العائدات؟ حيث السؤال الاول اللي بغينا نجاوبوا عليه هو الا حطيت انا واحد راس المال هنايا مثلا 100 درهم، بالعائدات ديال داكشي اللي حطيت فيه انا فلوسي، شحال ديال الوقت خصو باش يرد ليا 100 درهم؟ بمعنى هذا هو السؤال، شحال ديال الوقت غيخصني بالعائدات التوتال اللي توتال ريتيرن باش التوتال ريتيرن يوليو 100 درهم؟ اوكي، كنتمنى تكون مفهومه. بطبيعه الحال السهم ديالي غيبقى عندي، يعني الا جمعت الديفيدند يلد والنمو ديال الثمن، شحال هاد الجوج هادو الا تلاقاو مجموعين في شحال ديال الوقت خصهم باش يردوا لي اكزاكتلي 100 درهم الاولى اللي انا استثمرت داك السهم؟ علاش هاد السؤال مهم بزاف؟ هاد السؤال مهم بزاف الا شديناه وحطيناه في واحد الحاله اللي انت ديك 100 درهم الاولى اللي غتحط في الاستثمار ديالك ماشي ديالك، غير مسلفه. وهادشي هي الحاله ديال العقار. فدابا كنقول ان الا حطيتي 100 درهم شحال ديال الوقت غيخصك تسنى باش العائدات العامه يردوا لك واحد 100 درهم اخرى؟ كنفترض ان ديك 100 درهم ديالك نتايا ما تابعك على حتى شي واحد. اوكي، فما كتحسش بزاف بالثقل ديال الاهميه ديال هذاك الوقت اللي خصك تسنى. ولكن الا شدينا نفس القصه وعاودناها في مجال ديال العقار وشريتي واحد الدار مثلا ب 300 مليون، فراه اول سؤال غيجي لك على بالك هو شحال ديال الوقت خاص ديك الدار خاصها ديال الوقت باش ترد ليا بالعائدات ديالها الاجماليه الثمن ديالها. علاش كنتسائل هذا السؤال؟ حيت تابعني الكريدي خصني نردو. بمعنى هذا السؤال هذا يعني ايضا شحال ديال الوقت خصني نتسنى قبل ما داكشي اللي استثمرت فيه يولي 100% ديالي، ما تابعني عليه حتى شي واحد. الا رجعنا دابا للاسهم، فهاديك 100 درهم اللي حطيت انا في الاول نفترضوا ان ماشي ديالي وتابعني عليها شي واحد، خصني نعطيه نخلص عليه. فغنخلص عليه مناش؟ غنخلص عليه من العائدات ديال داك الاستثمار ديالي. الا قلنا مثلا فيها ديفيدوند وفيها جروث، فيها نمو ديال الثمن ينمو، فغادي نجمع هاد الجوج ونشوف كل عام شحال غترد ليا من ديك 100 درهم الاولى. بغيت نعرف انا شحال ديال الوقت خصني نتسنى باش في الاخر كاع نلقى 200 باش نشد ديك 100 درهم الاولى وغنردها لمولاها وصافي. داكشي اللي غيدخل السهم دابا غيولي صافي ليا انايا. باختصار هو هاد السؤال كي يعني ايضا هو شحال ديال الوقت خصني نتسنى باش جميع العائدات ديال داك السهم يوليو ديالي انايا. فكيف ما قلت في الاول، كاين بما انه كاين جوج انواع ديال العائدات اللي هما النمو ديال الثمن اولا الجروث والديفيدوند. فكاينين جوج طرق ديال الاستثمار. كاين الاستثمار اللي هو جروث، وكاين الاستثمار اللي هو ديفيدوند، وكاين الاستثمار اللي هو ما بين ديفيدوند وجروث. فإلا خدينا الحالة الأولى مثلا اللي هي كتبان في هذا الجراف، اللي هي أن الثمن على مدة مثلا إلى بغينا نهضروا مثلا على 5 سنين الماضية، ففي هذه الحالة أن إلا شتي الثمن كيطلع ويهبط ولكن ما كيديرش واحد تغير بزاف. الثمن إلا شريت في الأول ديال 5 سنين وبعد في الآخر ديال 5 سنين فراه ما غادي يربح والو. الثمن ما تزاد ما نقص، تزاد ونقص، ولكن في المتوسط الثمن ما تحركش. ولكن في هذه الحالة ديال هذا السهم مثلا عندي واحد ديفيدوند ديال 5%. يعني الشركة كتعطي واحد 5% ديال الثمن ديال الأسهم كتفرقوا في الآخر ديال العام لكل شي الناس. يعني كيف ما قلت في الأول إلا بغيت نعاود، هو أن إلا شريت السهم 100 درهم ففي الآخر ديال العام يعطيوني 5 دراهم في كل عام. فهاد الستيل هذا ديال الاستثمار، الا بغيت نستثمر في هذا الشكل هذا، فكيعني انني ما عنديش نمو، فهو استثمار 100% ديفيدوند. يعني داك العائدات ديالي راه غيجيو غير من لي ديفيدوند، ما يجيوش من التبدل ديال الثمن. فانا دابا غنتسائل نفس السؤال اللي هضرت عليه في الاول، هو بهاد الحاله هذه ديال ديفيدند اونلي، ما كاينش جروث، ما كاينش نمو ديال الثمن، شحال ديال الوقت غيخصني
باش نرجع الكابيتال انيسيال ديالي. فممكن نحسبوها بكل بساطه. فقلنا ان الديفيدند ديال هو 5%، فممكن نحسبوها الا قلنا مثلا حطيت واحد راس المال الاول هو 100، ففي الاخر ديال العام العائدات منين غيجيو غير من الديفيدند ديال ديك 5%، حيت ماشي جروث. فالاستثمار ديالي غيولي هو 100 فوا 1.05، غيتزاد ب 5% اللي هي فوا 1.05. فإلا عاودت استثمرت دوك لي ديفيدند وشريت بهم عاوتاني استثمرتهم، كيتسمى رينفستد ديفيدند، يعني شديتهم وعاود شريت بهم اسهم جداد، فراه غيولي عندي واحد الاستثمار اللي كيسوى 105 دراهم. داك الاستثمار عاوتاني ما غيجي يدور عليه العام حتى يعطيني 5%، فغنديرو عاوتاني 105 فوا 1.05 يعطيني 110.25، وغادي نغي انفيستي عاوتاني ديفيدوند، غنشري بهم عاوتاني اسهم، وغاديه 110.25 غتعطيني في العام الثالث 112.45، في العام الرابع تعطيني 118، في العام الخامس وغاديه غاديه. الا بغيت نجاوب على السؤال ديالي خصني نشوف اين عام غادي تعطيني اكزاكتومون 200. علاش 200؟ حيت هي 100 زائد 100، حيت انا استثمرت 100 وبغيت ديك 100 اللي استثمرتها تمشي تخدم عليا باش تخلص على راسها. الا خلصت على راسها فغتخلص 100 اخرى جديده. يعني انا نبقى نعاود هذه العمليه ديال الديفيدوند ديال كل عام لواحد المده، ونشوف شحال ديال الوقت غتوصل ل 200 القيمه ديالها. الا جيت نحسب هذه العمليه وبقيت غادي غنلقى خصني 14 عام ونص تقريبا، 14 عام ونص باش الا حطيت 100 درهم فغادي تبقى كل عام بالديفيدوند ديالها في هذا الشكل ديال الاستثمار حتى ترد لي الكابيتال انيسيال. والسؤال اللي كيبقى من بعد هو واش 14 عام مده طويله جدا او لا؟ هذا هو السؤال الاصعب كنظن. الا حسبتي هذه المده هذه ولقيتي انها فايته 7 سنين ولا فايته 6 سنين، فراه يقدر الشركه دير فايت ما بين هاد الجوج، ما بين هاد في مده طويله. يعني حتى حاجه ما غارونتيه ان الشركه غتبقى ديما تعطي لي ديفيدوند من جهه، وحتى حاجه ما كتعني ان الشركه باقا غتقدر عايشه من هنا 14 عام كيف ما حسبنا 14 عام ونص. فالسؤال كيولي شويه صعيب اللي هو واش بهاد لي ديفيدوند بوحدهم، هاد الشكل ديال الاستثمار اللي هو ديفيدوند اونلي، واش ما كان خاطرش مخاطره كبيره بالكابيتال ديالي؟ وبطبيعه الحال بما ان الديفيدوند هابط اللي هو غير 5%، فغتحتاج مده طويله. لو كان مثلا كان هو 10% فغتحتاج واحد المده اقل، ولكن الا كانت فايته 10 سنين فبزاف الحوايج ممكن يوقعوا في 10 سنين. اوكي، هادشي علاش السؤال الثاني اللي ما بغيتش نهضر عليه هنايا اللي هو واش داكشي اللي شريته في الاول القيمه ديالو هي كانت حقيقيه او لا زادوا عليا في الثمن. هذا هو السؤال الثاني المهم اللي غادي نهضر عليه من بعد في خلاصه رقم 14. ولكن ما بغيتش ندخل في هاد التفاصيل دابا، خلينا نهضروا على انواع الاستثمار. فهاد الاستثمار الاول كيف ما قلت هو استثمار ديفيدند اونلي، وبطبيعه الحال خصك تسنى بزاف ديال الوقت باش يلاه ترد الكابيتال انيسيال ديالك، وبزاف ديال الوقت باش يلاه داكشي اللي دخلتيه يولي ديالك. اوكي، يعني داك السهم خصو 14 عام ونص باش يلاه يبدا يخدم عليك. فهاد الحاله هي الحاله الاولى ديال الاستثمار، هي الديفيدند اونلي. الحاله الثانيه اللي هي مزيان اكثر كتبان ليا اللي هي ديفيدند بلس جروث، يعني ان الثمن ديال السهم كيتزاد دابا مع الوقت، مثلا كيدير واحد 4% في المتوسط في العام، حيت السهم يقدر يطلع يقدر يهبط يقدر يطلع يقدر يهبط، ولكن الا شت في المتوسط ديال 5 سنين اللي فايته كنلقى مثلا دار 4%. اوكي، فهاد الحاله كاين نمو، كاينه جروث، وكاينه حتى ديفيدوند. الشركه كتعطي 5% ديال الديفيدوند في العام. فإلا جيت نعاود نفس الحساب ديال ديك الساعه اللي هو غنشد 100 درهم، ودابا خصني نضربها في سميتو في العائدات العامه. العائدات العامه دابا ماشي هي 5% ديال الديفيدوند. الا بغيت ندخل حتى الثمن ان الثمن ديالها طلع، حيت يقدر نبيعها في العام الاول وتجيب لي 4% ديال الربح زايده، فغيولي الديفيدوند غيولي توتال ريتيرن ريت او لا البورسونتاج دو روتور توتال هو ديال الديفيدوند 5% زائد 4% اللي هو 9%.
دونك الا جيت نحسب دابا غنشوف 100 درهم اللي حطيت في العام الاول، في الاخر ديال العام الثمن في المتوسط، كنقول المتوسط تزاد ب 4%، وهو عطاوني في الاخر ديال العام ديفيدوند ديال 5%. يعني التوتال ريتيرن هو 4 زائد 5 اللي هو 9%. فإلا حطيت 100 في الاخر ديال العام الاول غتولي 109، في الاخر ديال العام الثاني غتولي 109 مضروبه في 1.09 اللي هي 118.8. في العام الثالث غتولي 129.5. في العام الرابع تولي 141.2. في العام الخامس غتولي 153 وغاديه ديما كنضرب في 1.09. علاش 1.09 اللي هي 9% زائد 1 كنزيد ب 9% كل عام. فإلا جيت نحسب العدد ديال السنوات اللي غيخصني قبل ما ديك 100 تولي 200، كيف ما شرحت قبل علاش خصها تولي 200، خصها تجيب راس المال ديالها، عاد تبدا تخلص داكشي اللي عطاتك يولي نات ديالك نتايا. فعدد السنوات غيولي هو 8 سنين، فدزنا من 14 عام ونص ل 8 سنين. طبيعة الحال هذا الحساب هذا مجرد مثال اللي كنعطيه هنايا، ولكن الا دخلتي لاي سهم وشفتيه على 5 سنين الفايته وشفتي الديفيدوند ديالو يلد وشتي الجروث ريت ديال الثمن ديالو، فممكن بطبيعه الحال تحسب شحال ديال السنوات غيخصك باش الكابيتال انيسيال ولا انيشال كابيتال ولا راس المال الاول يرد فلوسه، يرد لك هو فلوسه. دونك هذا النوع ديال الاستثمار اللي هو النوع الثاني كيتسمى ديفيدند بلس جروث. بعض المرات كتلقى بطبيعه الحال هذا، الا بغيت نقول واحد الحاجه قبل، هو ان هذا النوع ديال الاستثمار هو النوع المرغوب فيه بزاف. هادشي علاش كتلقى انه الثمن ديال الثمن كيطلعوا السوق. علاش؟ حيت كيعطي دي ديفيدوند والثمن كيطلع. ف يعني علاش الثمن طالع اصلا؟ حيت الناس بغاو هذا النوع ديال الاستثمار. هادشي علاش الثمن طالع اصلا، وهادشي اللي كيحقق لنا الجروث. الا جينا لجوج انواع الاخرين اللي بقاو، اللي هو النوع ديال نو جروث ولكن كاين دي ديفيدوند. في هذه الحاله الا شتي 5 سنين ولا 10 سنين، الا قلنا مثلا غير 5 سنين الفايته، كتلقى الثمن ديال السهم غادي وكيطيح بطبيعه الحال كيطلع ويهبط، ولكن غادي وكيطيح. الا قلنا مثلا انه كيطيح مثلا بواحد 4% في العام، ومع ذلك كيعطي دي ديفيدوند، يعني هو نو جروث ولكن ويد ديفيدوند، كيعطي ديفيدوند. فإلا قلنا مثلا هو كيطيح ب 4% في العام ولي ديفيدوند هما 5% في العام، فانت خصك تحسب التوتال ريتيرن شحال هو. التوتال ريتيرن غيكون هو الديفيدوند ديال زائد التغير في الثمن، بورسونتاج ديال التغير في الثمن، اللي هو قلنا ان الثمن كيطيح ب 4% في العام. فإلا حسبنا التوتال ريتيرن ريت اللي هو بورسونتاج دو ريفوني توتو ولا سميتو العائدات الكاملة، فهو 5 ناقص 4، فهو 1%. 1% إلا كاع كانوا لي ديفيدوند ديال طالعين بزاف، مثلا واصلين 10، وداك السهم كينقص ب 4% في العام، فشوية غادي تعطلك باش ترد الاستثمار ديالك الأولي. علاش؟ حيت كاين واحد ناقص تما، هذا هو المشكل. يعني إلا درتي ديفيدوند ديال 5% ناقص 4 تعطيك 1%. 1% في العام ما كتحميكش حتى من التضخم. يعني هذا النوع هذا خصك تطلب فيه، الا كان الثمن غادي وكيهبط بزاف فخصك تطلب فيه ان يكونوا لي ديفيدوند ديال يكونوا طالعين بزاف، ما يكونوش غير ديفيدوند ديال عاديين ديال 5-6% ولا شي حاجه بحال هكا، يقدر يكونوا من 10 للفوق. وهذه هي الحاله تقريبا شتاني في الحاله ديال ليموبيلي. وانا بعض المرات الثمن كيكون غادي وكيهبط، ولكن لي ديفيدوند ديال ديما كيبقاو في واحد 10%. شحال ديال الوقت غيخصك باش ترد الكابيتال انيسيال ديالك ب 1%؟ غيخصك وقت بزاف، وقت كتير، يقدر من 20-25 عام للفوق. وبطبيعه الحال هاد السنوات هادو يقدر يوقع فيهم بزاف الحوايج، اللي منهم ان ديك الشركه انت اللي استثمرتي فيها تسد الريدو، تهبط الريدو وتمشي في حالاتها، وتعطيك بطبيعه الحال القيمه ديال السهم ديالك، ولكن تعطيك واحد القيمه اللي كتسمى البوك فاليو. مي هذا هو السؤال الثاني كيف ما قلت، وغادي نهضر عليه في خلاصات الجايه. اخر نوع ديال الاستثمار اللي هو نو ديفيدند نو جروث، اللي هو مثلا الثمن غادي وكيطيح كل عام، الثمن غادي وكيطيح وما كيعطيوكش دي ديفيدوند. يعني المهم الخبر في راسك ان هذا بطبيعه الحال هذا النوع ديال الاستثمار ما خصك تدخل فيه.
حيت شحال خصك ديال الوقت الا جيتي تحسب شحال ديال الوقت باش ديك 100 درهم اللي حطيتي ليهم كشراء ديال الاسهم انها ترجع لك باش يبقى كما قلت العائدات ديالها يوليو صافيين، شحال ديال الوقت خصك تسنى. فبما انه ما كاينش ديفيدوند، ما كتعطيش فلوس في ديفيدوند والثمن غادي وكيهبط، فمنين غيجيو هاد العائدات؟ ما كاينش عائدات سالبه، يعني خصك تسنى 300 400 عام. طبيعه الحال هاد الحاله هادي ما كتعني ان جوج حالات الاخرين كيعنيو ان الشركه ماشي في صحه جيده، وكيعنيو انها خاصها تبدل شي حاجه في الموديل ديالها. ما يقدر انها ما كتحققش ربح، وخصك تشوف بطبيعه الحال جميع المؤشرات الاخرين اللي هما الإبيدا مارجن كيف ما هضرت عليه في خلاصه الفايتين، وتشوف النت بروفيت مارجن حتى هو. يقدر الشركه ما كتحققش كاع النت بروفيت مارجن، هادشي علاش الثمن ديال الاسهم ديالها غاديين وكيهبطوا، وهادشي علاش هي اصلا ما كتعطيش ديفيدوند حيت ما كتحققش ربح. حيت باش تعطي ديفيدوند خص الشركه تحقق ربح. دونك خلاصه اللي بغيت نقول هو ان كاينين جوج اسئله مهمين الا بغيتي تدخل لمجال الاستثمار او الا بغيتي تستثمر، وبين قوسين حتى واحد ما عنده الاختيار واش يستثمر ولا لا، حيت التضخم في كاع الحالات غياكل لك فلوسك. فهاد السؤال هذا كنت هضرت عليه قبل. جوج اسئله مهمين. السؤال الاول هو شحال ديال الوقت الا حطيت واحد راس المال غادي يرجع ليا راس المال ديالي بالعائدات ديالو؟ شحال ديال الوقت خصني نتسنى؟ وهاد القضيه ممكن نحسبها. السؤال الثاني اللي غنهضر عليه كما قلت خلاصه رقم 14 اللي هو واش داكشي اللي شريته بالثمن الحقيقي ديالو او لا زادوا عليه وغشوني؟ حيت الثمن ديال السوق كيتعرض للعرض والطلب، ما عنده حتى شي علاقه بالشركه، هو مجرد عرض وطلب. كيعكس بعض المرات مؤشرات الشركه، ولكن ما خصكش تاخذها كقاعده على انه كيعكس ان راه الشركه في صحه جيده. والعرض والطلب فيه بزاف ديال البسيكولوجي، في البسيكولوجيا، في بزاف ديال الخوف، في بزاف ديال الناس طماعين باغيين يربحوا دغيا والى اخره. جوج اسئله. كاين 4 الانواع ديال الاستثمار. كاين استثمار اللي فيه ديفيدند اونلي، يعني الثمن ما كيطلع ما كيهبط، كيعطيك واحد ديفيدند، خصك تحسب شحال ديال الوقت خصك تسنى باش ترد الكابيتال انيشال ديالك او لا انيشال كابيتال ديالك. النوع الثاني ديال الاستثمار اللي هو مفضل اللي هو ديفيدند بلس جروث، يعني البري كيطلع، البرايس كيطلع غادي وكيطلع، داكشي اللي شريتي انت السهم ديالك غادي وكياخذ القيمه مع الوقت، زائد ان الشركه كتعطيك واحد شويه ديال الربح مع كل سهم شريتيه. كما هضرنا في المثال ديال 4% ديال الجروث، وديفيدند ديال هو 5%. فجيتي تحسب تلقاها 8 سنين. السؤال اللي كيبقى من بعد هو واش ديك 8 سنين بالنسبه لك انت كافيه او غير كافيه او لا بغيتي يقل. فهذا كيرجع لكل واحد، كيرجع لك واش بغيتي تستثمر باش تسنى 8 سنين عاد اي حاجه دخلات من بعد كتسمى صافي او لا. الجوج انواع الاخرين اللي ما كنفضلهمش بطبيعه الحال، ولكن اللي كيقولوا الارقام هو ان الثمن غادي وكيهبط، والديفيدند الى كاع كانوا راه كياكلهم داك الثمن اللي كيفقد القيمه ديالو. فبطبيعه الحال كاين بعض الشركات اللي الثمن ديالهم هبط بزاف، حيت كيف ما قلت الثمن ماشي عقلاني ديما، اللي كيهبط كاع على البوك فاليو اللي هي الثمن الحقيقي ديال كل سهم اللي غنهضر عليه من بعد، ومن بعد كيطلعوا. ففي هذه الحاله بطبيعه الحال هذا هو الوقت المزيان ديال الاستثمار الا شريتي شي حاجه بثمنها الحقيقي ولا قل من ثمنها وغادي تطلع من بعد. ولكن المشكل هنا هو ان ما عرفناش انه داكشي واش غيطلع من بعد، وما عندناش ما يمكنش نشوفوا في المستقبل باش نعرفوا ان داكشي غيطلع ولا غيهبط. يقدر داكشي يكون هابط لسبب معين، هو ان الشركه ما غاديش في صحه جيده. فانا ما كنفضلش هاد الجوج الاخرين ديال نو ديفيدند نو جروث او لا كاع نو جروث ولكن كاين ديفيدند، حيت الجروث سميتو داكشي كيفقد الثمن ديالو غادي وكيهبط، فالسهم كيفقد القيمه ديالو. ولا كاع كان كيعطي ديفيدند فراه الا جيتي تحسب التوتال ريتيرن اللي هو الجمع ديال هاد الجوج، فراه وحده فيها ناقص وحده فيها زائد، فراه داكشي كيهبطك لتحت. ابار الا كانوا الديفيدند ديال اكسبشنال، ولكن انا ما عمرني شفت ديفيدند ديال اللي فايتين 10%. سي فريمون شي حاجه اللي نادره ان لي ديفيدند ديال يفوتوا 10%. وهذه هي الخلاصه، وتهلا في راسك.